لتكون المسألة واضحة أكثر. اسمع جمع. بالنسبة للعنوان، إذن بناء الدولة المغربية الحديثة أو المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة، يعني الدولة المغربية في العصر الحالي بعد الاستقلال. حصل المغرب على الاستقلال ديالو سنة 1956 من الاستعمارين الفرنسي والإسباني، الاستعمار الدولي ديال منطقة طنجة. عندنا الاستعمار الفرنسي، عندنا الاستعمار الإسباني، عندنا الاستعمار الدولي في منطقة طنجة. حينما حصل المغرب على الاستقلال بدأ بناء الدولة المغربية الحديثة، لأن الدولة المغربية الحديثة كانت موجودة في الفترات التاريخية القديمة، ولكن هي كانت دولة تقليدية عتيقة، ما كانش فيها مؤسسات، ما كانش فيها جيش حقيقي، ما كانش فيها شرطة حقيقية، ما كانش فيها مؤسسات عادية الأخير. وبالتالي انت بدأت تأسيس الدولة المغربية الحديثة منذ الاستقلال سنة 1956. فهذه الدولة المغربية الحديثة مرت بثلاث مراحل. نقولوا المرحلة ديال محمد الخامس، ثم الحسن الثاني، ثم محمد السادس. يعني احنا نقسموا المرحلة ديال بناء الدولة المغربية الحديثة ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى ديال محمد الخامس ستستمر من 1956 اللي هو الاستقلال إلى 1961 هو السنة ديال الوفاة لمحمد الخامس. الحسن الثاني 1961 إلى وفاته 1999. إذا محمد السادس من 1999 إلى الآن. هذه ثلاث مراحل ديال بناء الدولة المغربية الحديثة. ملي غنهضروا في المقدمة طرحنا هذا السؤال، قلنا شنو هي المجالات اللي ركز عليها بناء الدولة المغربية الحديثة. المجالات غنهضروا على المجال الاقتصادي، غنهضروا على المجال الاجتماعي، غنهضروا على المجال القانوني، غنهضروا على المجال المؤسساتي الى غير ذلك من المجالات. فالعهد ديال محمد الخامس باختصار باش تاخذوا غير فكره مختصره، العهد ديال محمد الخامس كانت البدايه الاولى، وضعت اللبنات الاولى ديال الدوله المغربيه الحديثه. يعني الساعه مازال ما كايناش شي حاجه سميتها الدوله المغربيه الحديثه. يعني لاول مره تاسس الشرطه، جهاز الشرطه، لاول مره تاسس الجيش اللي تسمى بالقوات المسلحه الملكيه، لاول مره تاسست المدارس، نشات المدارس، ولا عندنا تعليم عصري، ولا عندنا مؤسسات تعليميه حقيقيه، لاول مره توضع القانون، لان فيما قبل كان المغرب يسير بقوانين فرنسيه. دارت مدونه الاسره، دارت قوانين اخرى ديال الحوالي الشخصيه، دار قانون السي وغيرها من القوانين. ايضا من الناحيه الماليه المغرب اتخذ لنفسه عمله خاصه وتخلى عن العمله الفرنسيه اللي هي عمله الفرنك. ساعات كانت الفرنك قبل ما توحد اوروبا وتاخذ العمله ديال الاورو. فرنسا كانت عندها العمله قديما قبل التسعينات كانت كتسمى بالعمله الفرنك، وايضا هي باش كانوا تيتعاملوا المغاربه. ولكن بعد الاستقلال المغرب خص يستقل، لان انت ما يمكنش تخلي تعامل بالعمله ديال المستعمر ديالك. لذلك المغرب اتخذ عمله جديده سماها عمله الدين. اذا هذه هي الفتره ديال محمد الخامس، لكنه لم يستمر الحكم ديالو فتره طويله 5 سنوات من 1956 الى 1961. المرحله الثانيه هي مرحله الحسن الثاني، هو اللي قوى الدوله، بدا المؤسسات الحقيقيه، ولات عندنا دوله حقيقيه، ولات عصريه، ولات بنيه تحتيه، ولات كذا. جميل. في العهد ديال محمد السادس زاد من عصرنه الدوله ويسمى بالعهد الجديد، صدر قوانين جديده، ولات عندنا حريات، ولات عندنا تطورات البنيه التحتيه. يعني ولا عندنا قطارات، ولات عندنا خاص القطار السريع البراق، ولات عندنا الطرق السياره موجوده، ولات المطارات، تم انشاء الطريق الذي يصلنا بقاره افريقيا اللي هو الطريق المزدوج. اذا في العهد ديال محمد السادس عرفت الدوله حداثه اكثر، عصرنه اكثر، بنيه تحتيه اكثر، مشاريع كبرى. اذا هذا هو هذه الخاصيه اللي تميزت بها الفتره ديال محمد السادس.